أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وإذا هو جالس في المسجد، فقال: ما أجلسك ها هنا؟ فقال: هموم وديون ركبتني يا رسول الله. فجلس في المسجد، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء يقوله فيفرج الله عنه ويسدد عنه ديونه، فقاله أبو أمامة فحصل له ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أعد الحديث. أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة: ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ نعم. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت. نعم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. نعم، وهذا ليس خاصا بأبي أمامة.